أقسم بمن أحل القسم أن تصريحات أبناء المقاومة والمماتعة والمتاجرة مضحكة جدا للشعب الفلسطيني. نبلش بالزنديق الكبير حسن نصر الله. نحن لدينا خطة من 20 عام لتدمير إسرائيل، ولكن ننتظر الوقت المناسب. أما في سوريا إذا تطلب الأمر سأذهب أنا وكل جيش حزب الله إلى سوريا ليقاتل أهل السنة في سوريا. هون الصهاينة بيقضي إياها خطابات وعرض. نيجي للي بعده مقتدى السطل: سننظم مسيرة مليونية نصرة للقضية الفلسطينية. أما أولاد الحرام بعثوا الفاطميين والزينبيين والحيدريين والميليشيات والمرتزقة والإرهابيين ليقاتلوا إخواننا في سوريا. أما لما تعلق الأمر في فلسطين سننظم مسيرة مليونية دعما لفلسطين. نيجي للي بعده محمد علي الحوثي اللي مخزن المسطول، بقول لك نحن طلبنا من المملكة العربية السعودية أن تفتح حدودها. ليش؟ لأنه قال السعودية تربطها حدود مع العدو. يا مخزن يا حمار يا ابن الحرام، المملكة العربية السعودية بتربطها حدود مع العدو؟ يا جاهل بالجغرافيا يا حمار. هذول هم أبناء المماتعة. طيب ليش تطلب من السعودية تفتح لك الحدود؟ خلي إيران تبعت لكم سفن وقوارب وتنقلكم على إيران، ومن إيران على العراق، ومن العراق على سوريا، وتعالوا حاربوا في فلسطين. يا ابن الحرام قضي لي خطابات وتغريدات يا كلب يا ابن الكلب.